من أكثر من 15 سنة، والعالم بيتفرج على مقارنة مستمرة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. أسلوب اللعب مختلف تماماً. ميسي فنان بالكرة، مراوغاته وتمريراته بتكسر خطوط الدفاع. رونالدو بيعتمد على القوة، السرعة، والإنهاء المثالي، خصوصاً بالرأس والتسديد. كريستيانو سجل أهداف أكثر على مستوى الأندية، لكنه لعب مباريات أكثر. ميسي معدله التهديفي أعلى، وحقق موسم استثنائي ب17 هدف في من 2011 إلى 2012. في صناعة اللعب، ميسي متفوق بشكل واضح. رونالدو هداف من الطراز الأول، لكن نادراً ما يصنع. في دوري الأبطال، كريستيانو هو الهداف التاريخي، لكن ميسي معدل أهدافه في المباراة أعلى. في كأس العالم، ميسي لعب 26 مباراة، فاز بالبطولة، وسجل 7 أهداف في نسخة واحدة. رونالدو تألق في بداياته، لكن ما قدرش يوصل للنهائي. ميسي حقق 12 دوري محلي، كأس عالم، وكوبا أمريكا. رونالدو فاز ب7 دوريات في 3 بلدان، 5 دوري أبطال، ويورو مع البرتغال. جوائز الفردية: ميسي عنده 8 كرات ذهبية و6 أحذية ذهبية. رونالدو عنده 5 كرات ذهبية و4 جوائز أفضل لاعب في أوروبا. وبعيداً عن الأرقام المباشرة، صحيفة ذي كون ميست قيمت تأثير الهدف باستخدام خوارزميات. النتيجة كانت أهداف ميسي أكثر تأثيراً، 59.5 نقطة مقابل 50.4 لرونالدو. وفي تقييم اتخاذ القرار، ميسي حصل على 238 نقطة بنسبة 0.63%، ورونالدو 118 نقطة بنسبة 0.48%. آراء الأساطير: فيرغسون قال: رونالدو ماكينة أهداف، كرويف. ميسي كنز كروي. زيدان: رونالدو الأفضل. مارادونا: ميسي عبقري. رونالدو نفسه قال: أنا حققت دوري الأبطال في أندية مختلفة. ميسي لا في النهاية، ميسي ولا رونالدو. الأرقام تقول رأي، القلوب تقول رأي تاني. لكن لي متفق عليه، الصراع دي مش هيتكرر تاني في تاريخ الكرة.